هل كل الناس المتدينة جدًا ما بييجيلهاش مشاكل لا، لا، نفسية لا، أو إزاي لأ، أمراض إزاي؟ لأ، نفسية؟ لأ، لأ طبعًا نهائي، لإن المرض النفسي ده هو مرض عضوي بسبب اضطرابات في كيماويات الدماغ. إمم. ده شيء خلاص يعني established. في اضطرابات بتحصل في كيماويات الدماغ بتسبب المرض النفسي. زيه زي الشخص اللي عنده التهاب في الزايدة، زي اللي عنده التهاب في اللوز، زي اللي عنده حصوة في المرارة. هل الإنسان المتدين اللي بيصلي ويصوم ما يجيلهوش التهاب في الزايدة؟ ما يجيلهوش حصوة في الكلى؟ ما يجيلهوش حصوة في المرارة؟ يجيله. فهو دور الدين في المسألة الحاجات النفسية إيه؟ إن الواحد ياخد العلاج ويدعي ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يشفيه، زي دوره في أي مرض عضوي. زي ما أنا عندي مرض في الكلى في الكبد، باخد العلاج بتاع الكلى والكبد وأدعي ربنا إن ربنا يشفيني. لكن إن أنا أعزي المرض اللي عندي إن ده بسبب صحيح إحنا متفقين برضو على المسألة إن البعد عن الدين والانخراط في الأشياء الغلط دوا بالتأكيد بيحسس الإنسان في وقت ما بيشعر بالذنب ويحس بالذنب ويحس بالكآبة. ده متفقين عليه، يعني بعد الإنسان عن الدين بيحسسه بالكآبة. لكن مش المريض الاكتئاب هو مريض أو بيعاني من مرض الاكتئاب أو الفصام أو خلافه لأنه بعيد عن الدين، لا، ده مرض زيه زي أي مرض.